قسم الجيش اللبناني استهدف مشفى اللاجئين السوريين الوحيد في جنود القلمون، مما أدى إلى دمار جزء كبير منه وقتل عدد من دكاترة الطب. هذا هو المفتاح، هاي الباب الرئيسي تبعه. هاي الفيديو فتحناها بالتروكس. هون قتل ممرض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. دكتور، كيف تحكي لنا كيف تم استهداف المشفى؟ للأسف أخي، امبارح قبل المغرب كنا واقفين على الباب، فجأة بنسمع صوت مروحية اجت صارت فوقنا مباشرة، خفنا مباشرة، وطت علينا. قلنا شباب بسرعة احتموا انتشروا، ما لحقنا نفوت، ما في 10 ثواني وإذ ببرميلين أو 3 أو قنابل كبيرة ما نعرف شو نوعها. فجأة يصير انفجار شديد، ومثل ما انت شايف هدم الجزء الأول من المشفى كاملا. الله أكبر. قصف على مبنى مشفى دار الجراحة في جنود القلمون واستشهاد معظم الكادر. يا أخي فوت على جوا. الله أكبر. انتشال جثث الشهداء من تحت أنقاض مشفى دار الجراحة في جنود القلمون بعد استهدافها بالبراميل المتفجرة. جنود عرسال والقلمون 30/4/2012. يلا روحوا انزلوا. ومن أكثر من شهرين ما تم استهدافنا بالمروحيات. طيب مثل ما انت شايف أخي، للأسف دمار هائل ومأساة كبيرة حصلت معنا امبارح. كنا قبل المغرب واقفين على الباب أنا واحد أطباء، وفجأة مروحية لبنانية، والله أعلم يعني دائما أراضي لبنانية على الأغلب تكون مروحية لبنانية، يصير انفجار شديد، ومثل ما انت شايف هدم الجزء الأول من المشفى كاملا، عبارة عن غرفة إقامة ومستودع زائد مطبخ وممر وصالون وعدة أجهزة كانت موجودة فيه. مثل ما قلت لك كل شيء كان تحت السقف، القسم الأول كاملا خرب، كل شيء كان تحت الردم، ما عرفنا نوصل له أبدا. فينك تشرح أكثر على المشفى؟ مثل ما انت شايف كل البناء مشغول بالعمل الطبي. أول قسم عندنا هون قسم الإسعاف، عم نحاول نحمي الطاقم، نلم قدر الإمكان المواد اللي صارت صالحة للعمل. إن شاء الله بدنا نضل عم نفيد ونخدم اللاجئين السوريين بهاي المنطقة. للأسف حاليا بعد استهداف المشفى أغلق الباب بشكل كامل ولا يستطيع الوصول إليه أحد، لذلك حاليا بالحقائب الطبية عم نقوم بالعمل الميداني. معروف المنطقة دائمة الاستهداف بالقذائف الجيش اللبناني. الفترة الأخيرة 90% من قصف من الجيش اللبناني للأسف. مثلا هذا جهاز تحميض يتضرر كثير، كل اجهزته فكيناها وداراته بدنا نحاول نصلحه ان شاء الله يتصلح. اضافه لجهاز تصوير كمان توقف عن العمل جوا بتشوفوا هلا. هذا جهاز سويتشن هلا جربناه صار شغال بس بده شويه صيانه. هون مواد راحت وضربت. للأسف الإضاءة ضعيفة لأنه طبعا البراميل كل شيء خارج المشفى تدمر، المولدة، توصيلات، الصرف الصحي، كل شيء تدمر.
هون الصيدلية، طبعا صيدلية متواضعة بنحاول من خلالها تقديم أدوية اللي بنحسن عليها للاجئين بالمنطقة. طبعا الفترة الأخيرة صار في إحجام كبير من منظمات دعمنا بسبب الحصار الشديد علينا. وهون طبعا في غرفة نسائية. طبعا احنا اضطرينا نعمل غرفة نسائية ليش؟ لأن الجيش اللبناني مانع دخول الأطفال والنساء على أساس منعا باتا. كان بالأول مسموح دخول النساء والأطفال، فجأة الجيش اللبناني بيمنع من أكثر من شهرين. وحاليا كل الحالات الداخلية أطفال نساء عجز كلها بتجينا. نحن المشفى الوحيد في المنطقة. حامل السيروم طاير من قسم الإسعاف لهون. الحمد لله سافر شغل. بعين الله. طبعا هون قسم الجواني ما تضرر كثير، قسم المشفى الداخلي. هون في عندنا قسم إقامة الجرحى والمرضى. هون بعض الأجهزة اللي جمعناها نحاول إصلاحها. أغلب الأجهزة طبعا توقفت عن العمل بسبب الضغط الشديد اللي صار والغبار الشديد اللي عباها. بدنا نحاول حاليا نصلحها، إن شاء الله تصلح معنا، لأنه مثل ما بتعرف حصار شديد الجيش اللبناني، ما بنحسن ندخل أي جهاز. طبعا نحن يوميا بيجينا بحدود 25 ل 30 حالة، أغلبها حالات مرضى داخلية، كبار سن وأطفال. وطبعا بالفترة الأخيرة صارت حالات النسائية كمان تجينا. طبعا هون غرفة التحميض والمخبر. هاي عيادة شو؟ هون أنشأنا عيادة سنية بصعوبة بالغة، أحسن أنشأها. مثل ما انك شايف كرسي سيارة عملناه، حطينا له قاعدة، سوينا كرسي أسنان، حطينا ضوء متحرك جانبي. طبعا الجهاز جبنا جهاز ميني متنقل، طبعا سحبناهم هلا هن والأغراض لمنطقة ثانية آمنة إن شاء الله. عيادة سنية أنشأناها بشق الأنفس لخدمة الأهالي النازحين. دكتور فينك تحكي لنا ليش رفضت إظهار وجهك؟ أخي معروف مثل ما بتسمع على الإعلام دائما، مضايقات شديدة للجيش اللبناني، من الجيش اللبناني للنازحين ولأهلنا بلبنان. فلذلك للأسف نضطر العمل بأسماء مستعارة دائما خوفا على مضايقة أهالينا وأقاربنا في لبنان. دكتور الحالات الخطيرة والجراحية كيف تعالجوها؟ طبعا نحن عندنا غرفة عمليات متواضعة بنحاول نقوم فيها بالعمل الجراحي الإسعافي للجرحى قدر الإمكان. طبعا عندنا ضعف شديد بسبب البنية التحتية الضعيفة والدعم المنخفض. الحالات بنحسن نقوم فيه بنعمله وبننتظر. طبعا صار في عندنا كثير من حالات وفيات للأسف بسبب ضعف وقلة الاختصاصات الطبية عندنا. طيب هلا دكتور، بما أن المشفى تضرر بالكامل وتقدم قسم أكبر، في مجال إنه تتابعوا بالمشفى ولا؟ طبعا أخي نحن موجودين هون لخدمة أهلنا بالمنطقة. حاليا دمر المشفى، ما في صعوبة شديدة بالوصول إليه، لذلك حاليا بحقائب طبية بسيطة عم نقدم الخدمة لأهلنا بشكل ميداني جدا، ممكن بالطرقات، بسيارات، بغرف، حقائب إسعافية يعني بقدر الإمكان. وبدنا نحاول إن شاء الله نأمن مكان ثاني لعلاج الناس إن شاء الله. طيب دكتور، شو بتوجه رسالة لباقي الأطباء اللي كانت بالمنطقة وخارجها؟ للأسف أغلب الأطباء تركت بسبب الواقع المرير والصعب والحصار الشديد وضعف الإمكانات. بوجه لهم رسالة اللي بيحسن يوصل لعنا لا يقصر، المنطقة بحاجة شديدة إليك. منظمات دولية طبعا منظمات أحجمت بشدة عن دعمنا بالفترة الماضية بسبب الحصار الشديد. بنطالبهم من المنظمات الكبيرة إنه يعني يقوموا بمهامهم، يحاولوا قدر الإمكان إيصال المعونات الطبية للمنطقة. طبعا نحن حاليا الآن الوضع الطبي وضع مأساوي. الله يجزاك خير دكتور. الله يسلمكم يا رب. شكرا.